السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا من جديد في قناتي سيلي's كيتشن. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية يا رب. النهاردة بقى هنعمل ممبار عادي وممبار بوبس، يعني تقليدي وممبار بشكل جديد. على طول على وصفتي، وقبل ما أبدأ ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. في بولة فاضية وهبدأ أحط المكونات. احتجت في مكوناتي النهاردة لكيلو من الرز المغسول، وكمان بدأت أصفي منه المية على قد ما أقدر كده. وبعد كده هنزل عليه بقى بالطماطم المتقطعة، طماطم متقطعة مكعبات زي السلطة بالظبط. حابة تخليها أصغر من كده عادي جدا. وبعد كده نزلت عليهم بكيلو من البصل مفروم، يعني كيلو رز كيلو طماطم كيلو بصل، كل ده على بعضه. وفي الخطوة دي هبدأ إن أنا أضيف التوابل. حطيت معلقتين من الملح صغيرين، وبعد كده معلقتين فلفل أسمر صغيرين مليانين طبعا معادل معلقة كبيرة. وبعد كده هضيف معلقتين من البهارات، 7 حبات بقى 11 حبة، أي بهارات لحمة زي ما تحبي. وبعد كده نقلتهم في بولة أكبر شوية، لأني حسيت إن البولة اللي موجودة عندي صغيرة، لأن هي تعتبر شايلة 3 كيلو، كيلو رز كيلو طماطم كيلو بصل. وهنا بقى 3 حزم من الخضرة، شبت وكزبرة وبقدونس، وقطعتهم صغير زي ما هقطعها للمحشي كده. وادي بقى معلقتين كبار من النعناع الناشف، تقدري لو عندك نعناع بودر مفيش مشكلة خالص تحطي معلقة، ولكن دول معلقتين كبار عشان يصفيلي على معلقة صغيرة في الآخر. وكوباية زيت، تقدروا تحطوا كوباية إلا ربع زيت، تقدروا تستخدموا زيت زيتون، بس هو ممبار مش محتاج زيت زيتون، لأنه طبعا الدايت ما ينفعش مع الموضوع ده. وبعد ما قلبتهم كويس حطيت بقى معلقتين من معجون الطماطم أو الصلصة، معلقتين كبار، وهنقلبها لزوم اللون الأحمر اللي بيبقى موجود في الممبار، وهو ده شكله كريستالي جدا، الزيت مغلفه صح. وادي بقى كيلو كامل من الممبار، يعني بالتقدير كده تقدروا تقولوا ان احنا كيلو ممبار بياخد 3 كيلو حاجات، اللي هو طماطم ورز والبصل. وما تقولوش ان المكونات دي كتيرة جدا على الكيلو، بالعكس هتبقى تمام جدا. وهبدأ اخد كده اول حاجة من الممبار، فهفتحها كده من فوق، وهبدأ ان انا ازق كده بصوابعي الرز والحاجات علشان تبدأ ان هي تتحشي كويس في الاطارات بتاعة الممبار او الهانك زي ما بنقول عند الجزار. طبعا متنضف وزي الفل وغسلينه مرة واتنين وعشرة، بجد حاجة في منتهى الجمال. وادي بقى الرز واحدة واحدة، كل ما ازق الرز اللي انا حطاه في الاطار ده فبيبدأ ان هو ينزل لتحت، وبعد كده بحط مكانه رز تاني. المهم ان انا احشي كل الاطار ده كامل، وما يكونش الحشو بتاعه كتير، يعني تبقى متهوية شوية بالطريقة دي. بصوا ازاي، يعني مش بحشيها للاخر. وبعد كده بقطع الجزء ده، وتعالوا نعمل الممبار بوبس بطريقة سهلة وبسيطة، وبجد شكله هايل جدا، بيعجب الأطفال ونقدر ناكله بالستيكس عادي. طبعا أنا جهزت بقى خيط، كان عندي خيط عادي فعملته على 2، يعني أخدت 2 من الخيط وبدأت إن أنا أربط كده في أول الإطار بتاعنا. وادي الخطوة التانية، بدأت إن أنا أزق الرز بالراحة، وبعد كده هبدأ إن أنا أعمل قفلة تانية للإطار ده، يعني بالعربي كده الخيوط اللي احنا بنقفل بيها الإطار ده علشان نعمل الكرات بتاعة البوبس. وما تقلقيش، ولا هتنفجر ولا هتتقطع ولا أي حاجة خالص. المهم تكون حجم الرز اللي جواه مستريح جدا، يعني ما تكونش الشوية اللي احنا عاملينهم دول خلاص هتنفجر من الرز. لازم نسيب مساحة علشان لما الرز ينتفخ يبدأ ان هو يستوي براحته وبكل اريحية. وطبعا هنا بقى البوبس تقدري تعمليه بالاحجام اللي انت عايزاها، يعني اذا كان بوبس كبير او ممبار صغير للاطفال او اي حاجة، هيكون الموضوع سهل. هنخلص كل الكمية وهوريكم ازاي الاطار بتاعي والبوبس الموجود بقى عامل ازاي. وهو ده اطار البوبس اللي اتفقنا عليه. تعالوا بقى نعمل النوع التاني، وهو النوع التقليدي من الممبار. وادي كده الجزء اللي انا بقطعه ده علشان اخد قطعة قطعة وابدأ ان انا احشيها لوحدها.
وهو ده الطول بتاعه. وهبدأ برضو ان انا افتح الهانك او الاطار بتاع الممبار، وبكل سهولة بصوا ازاي بصوابعي ببدأ ان انا ازق الرز، ولا محتاجة قمعة بقى ولا بق ازازة ولا بق كوباية ولا اي حاجة من الكلام اللي احنا كنا بنشوفه. ربنا يخليها ليا امي، هي اللي معلماني الموضوع ده. أستاذة حبيبتي. فحبيت إن أنا برضو أذكر حاجة زي كده. ربنا يديها الصحة والعافية وعيد سعيد يا رب عليك يا أمي، والسنة الجاية تكوني في عرفات. وهو ده بقى شكل الممبار، وآدي الحلة اللي على النار حاسبها إنها تبدأ تغلي، وبعد كده هحط عليها معلقة من الملح علشان تكون طعمها معادل مع التوابل اللي موجودة جوه الممبار، يعني الممبار ما يكونش دلع. وبعدين حطيت شوية من ورق اللورة، وكمان 4 فصوص حبهان عشان تدي طعم للممبار وشوربة الممبار بقى للي بيحبها. ما اعتقدش لانه تقيلة جدا جدا، فياريت محدش يشربها طبعا عشان ما يتعبش. وادي بقى الممبار بوبس، وبعدين هحط بقى صوابع الممبار او اصابع الممبار جوه الشوربة دي، وهسيبها بقى على النار تقريبا حوالي 10 دقايق على نار عالية، وكمان ربع ساعة على نار هادية، والتلت ساعة كمان. حتى لو انتوا حابين ان انتوا تعملوا تيست كده، طلعوا واحدة وشوفوا الرز جواها مستوي او ايه الدنيا معاه. وتعالوا للخطوة اللي بعد كده، ومرحلة القلي بتاعتنا بقى. حطيت زيت في الطاسة وبدأت أقلي الممبار البوبس زي ما هو، وتعالوا نشوف الشكل. ده شكل الممبار بوبس، وتعالوا نقص بقى الكلام ده. الأول هشيل الفتلة اللي فوق، وجهزت المقص بتاعي تمام، وهبدأ ان انا اقص الجزء ده. بلاش بالسكينة علشان مش هتتحكموا فيها كويس، وممكن الرز يتفتح بقى ويبهدل الدنيا. فهي كده بيكون شكلها عامل زي الكرة، تحس ان هي كفتة رز اصلا بجد من كتر ما هي متماسكة، وكمان كريستالية جدا حلوة قوي. الأحجام بتاعتها مختلفة وجميلة. بجد هي دي الطريقة الصحيحة، وحمرناه صح. وهو ده الممبار بتاعنا النهاردة، وعيد سعيد وكل سنة وانتم طيبين. واتمنى يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم، ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وتعالوا بقى نشوف كده قطعة وازاي بتتقطع بكل سهولة في السيرفيس والشوكة والسكينة والشغل العالي ده، بجد رائعة. الرز ازاي مستوي جدا. تعالوا نشوف الرز ازاي برضو مفلفل قوي من جوه، يعني استوى صح واتقلى صح، وبجد في منتهى الجمال، رائع. ونرش بقى شوية فلفل كده ألوان أو فلفل أخضر وشوية بقدونس وأي حاجة موجودة عندكم تقدروا تكسروا بيها اللون في التقديم. وهي دي كانت وصفة النهاردة، ولو في أي وصفة حابين تعرفوها ابعتولي على تعليقات اليوتيوب وحرد عليكم بفيديو للوصفة. ودلوقتي بس أقدر أقول لكم لمزيد من الوصفات تابعوني على قناتي سيلي's كيتشن. بالهنا والشفا، وباي باي.